بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. اخواني الأعزاء، سابقا صورنا لكم هاي التمرة. خلي الكاميرا على التمر. هاي التمرة سابقا صورناها بالفيديو السابق وكانت عليها راشي مخلين، بس ما حد من الأخوة اللي شاهدوا الفيديو كتب لنا هاي الملاحظة، قال هذا التمر عليه راشي. طبعا هذا للاختبار أنا سويته. هاي التمرة الآن بدون راشي، نفس التمرة اللي هي الحمودية بالفيديو السابق شرحنا عليها. هذه بدون راشي، شوفوها شلون تمرة سودة لاوية. طبعا بالمناسبة اخواني، النخلة هاي اللي ماخذين منها التمر هاي نخلة ضعيفة، فهذا تمرها يعتبر الآن حجمه صغير، لأن النخلة شوية متهالكة ضعيفة. لو كانت نخلة قوية بتعبيرنا راوية لكان تمرها، ومخففينها بصورة صحيحة، مخففين حملها ومعتنين بيها، مدارينها، راشينها مبيدات، تصير تمرتها أفضل وأطيب وأكبر من هذا الحجم بكثير. طبعا أنا شايف تمرتها بالشكل المثالي اللي هو الشكل الكبير، يعني أقدر أقول يكون وزنها بقد هاي التمرة مرتين. اخوان الاعزاء، شوفوا هاي التمرة بدون قشر، تمرة ما بها قشر، تمرة لاوية. شوفوا اخواني الاعزاء، هذه سودة التمرة اخواني، هذه اصلها مو حمرة ثمرتها، هذه صفرة. بعض الاخوة بالفيديو السابق كتب لي يقول لي هذه مجهول. اخواني انا قاعد اقول غيبانية، قاعد اقول اصلها طلوع ربها، يعني احنا ندري بيها غيبانية وطالعة عندنا بقضاء المدينة بالبصرة، بشمال البصرة، وبالتحديد بمنطقة نهر صالح. زين، هذه النخلة اخواني غيبانية واقول افضل من الشويثي الاحمر. يكتب لي واحد من الاخوة يقول لي هذا شويثي احمر. زين، احنا ما نعرف الشويثي الاحمر، انا عندي الشويثي الاحمر. هذه خلالتها صفرة اخوان وتمرتها سودة. باوعوا، شوفوا حجم النوى، باوعوا حجم النوى، النوايا صغيرة قياسا بحجم التمرة اخواني، قشر ما بيها. هذه الحلاوة الموجودة بيها، الطعم والمذاق، وخاصة الحلاوة، يعني من تاكلها تحس انه بيها حلاوة عالية جدا، تحس بيها انه مخلي بحلقك خاشوقة مال دبس دمعة اخواني، دبس طبيعي. زين، شوفوا الدبس اللي بداخلها، شوفوا هاي بطنها، شوفوا اخواني، شوفوا هاي شلنا من عندها النوايا، شوفوا نوايتها ايش قد صغيرة. هذه قشر ما بيها، نوايا صغيرة، حجمها الآن لا بأس بيه، بس قلنا إذا نخلة مخدومة يكون حجمها أكبر بكثير. اخوان الأعزاء، البعض يكتب لي مجهول. اخوان هذه التمرة لينة، شوفوها، هذه راح امردها، شوفوها هذه لينة التمرة، باوعولها علوشية ولينة. زين، تمرة طرية. زين، انت من تكتب لي مجهول، انا المجهول ما اعرفه. المجهول تصير حبة التمر مالته اكبر من هذه وتصير جافة اخوان، والمجهول ما بيها طعم. المجهول تسمعون بيه، المجهول ما بيه طعم اخوان، كطعم ما بي، يعني خاصة من ناحية الحلاوة ما بي حلاوة، يعتبر باهت بارد. اخواني الاعزاء، هذه سميناها الحمودية، موجود من عندها الآن عدد النخيل اللي من عندها بعدد الأصابع، يعني ما يتعدى 30 اللي حملا الآن، 30 نخلة 25 نخلة. اكو فسائل الآن مزروعة من عندها، ان شاء الله بالسنين القادمة تتكاثر. زين، هذا من الأصناف النادرة الفاخرة، النادرة الوجود، الراقية. اخواني اعزائي احبائي، هذه التمرة احنا ماكلين تمر كثير، يعني اصناف عديدة ماكلين، مختلف الاصناف ماكليها، فهذه حلاوتها وطعمها ومذاقها متميز، يختلف عن بقية التمر. شويث الاحمر ماكليه، شويث الاصفر ماكليه. زين، بالنسبة للبلقة ماكليها، وبعد ماكليش البرحي والشريفي وام البخور والقنطار، ومختلف الاصناف
اللي موجودة عندنا بشمال البصرة ماكلين تمر، هالعويدي وغيره. هذه تمرتها أحلى من العويدي، أحلى من الشويث الأحمر، أحلى من البلقة. زين، نسبة الدبس بها عالية. أنا حسب معلوماتي ما ماكلها تمرة الساعي. يقولون تمرة الساعي أيضا يكون بها دبس محيط وغامر النوايا مالتها. فأخواني الأعزاء، اللي يكتب لي مجهول أنا أعرف المجهول، واللي يكتب لي شويثي أحمر لا يكتب لي شويثي أحمر، أنا قاعد أقول خلالتها صفرة. أأكد مرة أخرى، هاي رسالة لجميع اللي الآن بالنسبة لهم من يصير عندهم غيباني، يعني نخل طلوع ربه، يظلمونه ويجورون عليه وما يحترمونه ما يعتنون به. اخوان لا تشلعونه وتذبونه، من ما يحمل وتشوفون الثمار مالته. اذا صنف جيد خلوه كاثروه، واذا صنف مو جيد بعد بكيفكم، تريد تخلونها كشتلة كنبتة موجودة تريدون تقلعونها تتخلصون من عندها. اذا مضايقة مثل الاشجار الاخرى فهذا التصرف لكم راجع. اخواني الاعزاء، تحياتي لكم ومع الف سلامة.